صباحكم خيرات حسان. يا ترى احنا بنعلم ولادنا ان هم ياخدوا حقهم ويعرفوا الحدود بتاعتهم صح ويقدروا يعبروا عنها بشكل حلو؟ في موقف لسه حاصل معايا قدام عيني، مش معايا بس حاصل قدام عيني، والموقف ده طازه جدا فلازم احكيه لكم لانه بيعمل ريفلكتنج لحاجات كتيره قوي في حياتنا وفي الاوقات اللي احنا فيها دي بالذات. وكان في طالب معرفش تالتة ثانوي اولى جامعه تانية جامعه في الحدود دي تقريبا، وقاعد بيشتغل وفجأة جت ست كبيرة في السن وقالت له انه الترابيزة دي بتاعتي وانا مش عارفة هما خلوك ازاي تقعد عليها، فانا عايزة اقعد هنا. بصيت الولد لما حاجته وراح لترابيزة تانية. مين وايل اساسا بنبص حوالينا الترابيزات كلها اصلا فاضية. الولد هنا كان ممكن يعمل حاجة من اتنين، موقف من اتنين. لو احنا معلمين ولادنا ان هما يعبروا عن نفسهم، ان هم عارفين ايه هي حدودهم، ان هم عارفين ايه اللي ليهم وايه اللي مش ليهم، وان هم يعبروا عنها بشكل صح وفيه كومباشن، كان اول موقف ممكن ياخده لو هو كده كان هيقول لها تمام الترابيزه دي انا قاعد فيها، انا متفهم ان حضرتك بتقعدي كل مره على الترابيزه دي، بس انا دلوقتي جيت قبل حضرتك وفي ترابيزات تانية كتير موجودة، فمش هقدر اقوم الم كل حاجتي دي واروح لترابيزة تانية، فممكن حضرتك تقعدي على الترابيزة التانية. ده لو انا مربية في ابني حقيقي الثقة، مربية فيه الحقوق، مربية فيه الحدود، مربية فيه ان هو يعرف يعترض وياخد حقه من غير قلة ادب. مش شرط عشان ارسم الحدود بتاعتي ان انا اعبر عنها بقسوة وبقلة ادب. الحاجة التانية وده اللي هو عملها، ان هو خد بعضه ولما حاجته ونقل ترابيزه تانية بدون اي رد فعل، وهي قعدت ويا ريتها قعدت اللي هو مبسوطه، لا دي قعدت انه مش فاهمه الناس دي ايه، لانه في احتمالين لرد الفعل ده. الاحتمال الاول ان انا مش مربيه ابني اصلا على ان هو يتكلم او يعبر عن نفسه او يعبر عن احتياجاته او حقوقه ويحافظ عليها ويرسم حدوده بالشكل اللي هو شايفها، لكن ممكن يبقى فيها حاجه تانية، ممكن يبقى فيها ان هو شافها ست كبيره ومش هيقعد يجادل معاها كتير، فلم الحاجه وقال لها او لما حاجته مشي. بس هنا لازم برضو يقول لها انه تمام انا هنا موجود قبل حضرتك، بس علشان خاطر حضرتك او احتراما لحضرتك انا هاخد حاجتي وامشي. انا هنا بثبت ايه؟ انا بثبت حدودي وبثبت حقي في ان ده المكان اللي انا قاعد فيه. لكن انا ليه بقول الكلام ده وبقول ان هو ريليتد اللي احنا فيه؟ يا جماعه احنا في فتره، اكتر فتره بحس او حسيت ان احنا محتاجين ان احنا نتكلم فيها عن الحدود ونعرف نفسنا الحدود ونعرف ولادنا الحدود. هي الفتره اللي فلسطين فيها دلوقتي. قد ايه هم عارفين حدودهم كويس قوي، قد ايه هم عارفين يردوا، قد ايه هم عارفين يرفضوا، قد ايه هم جواهم ثقه غير طبيعيه بحقهم في الارض بتاعتهم. الناس دي متربيه على الحدود صح، متربيه على الحقوق صح، متربيه على الثقه ان هي تقدر تاخد حقها من كبير ومن صغير بادب وباحترام. صدقوني دي اكتر فتره احنا محتاجين نعلم ولادنا الحدود. كان معاكم نهى موسى. طيب في حاجه انا المشاهد، احنا يا ناس لما نبقى شايفين موقف زي ده، لو الولد خد حقه وقال لها انا مش هقوم وان في ترابيزات تانية موجودة، انا كمشاهد للموقف ده مطلوب مني حاجة. يا جماعة مطلوب مننا ان احنا ما نبصش للولد ده على ان هو ولد قليل الادب او ان هو ما احترمش حد او ان هو لا، ولا بصله نظرة القرف او مش عارف ايه الناس ما تربتش. انا مطلوب مني ان انا ما ابصش البصة دي اصلا. ليه؟ لاني ده هو خد حقه والتانية معتدية على المكان هو قاعد. يا جماعة احيانا كتير ما بنعملش الحاجة علشان خاطر نظرة الناس لينا في الموقف ده، فبليز ساعدوا الناس على ان هم ياخدوا حقوقهم، ساعدوهم على ان هم يعرفوا ايه هي حدودهم، ساعدوهم على ده.